ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا راجعه لكم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. معاكم رنا من مطبخ رنا كيتشن. ان شاء الله النهارده هنغسل كفر السجاده اللي بيتعبنا جدا جدا جدا. ده بقى سهل قوي وطريقه سحريه في الغسيل، لا هيكرمش منك ولا اي حاجه. اول حاجه، لو لسه بتشوفيني وما عملتيش اشتراك للقناه، دوسي على اشتراك القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. كفر السجاده انتوا عارفين بيدوخنا قد ايه، وده تقيل جدا ما بيخشش الغساله النوع بتاعي دون. فانا بغسله طبعا بالفرشه، كان بيتعبني جدا وبيتعب ايدي، فانا قررت اغسله بطريقه سهله قوي هتعجبكم. اول حاجه، الحمام عندي صغير قوي، فانا قسمت السجاده 2 زي ما انتم ما شايفين كده بالطول، والجزء الاخير انا تنيته على بعضه كده عشان لما اجي اسحبها يبقى سهل زي ما انتم ما شايفين كده. هنيجي كده هون في اول السجاده، هنرش الميه كده هون ونبل السجاده كويس بالميه. بعد كده ده خلي معايا بدلقه عشان بيدي لمعه كده، ما بيخليش الحاجه تجير، وبرده نظافه. ومعايا برسيل جل اللي هو السايب دون، وبدعكه. دي بقى ليفة الحموم، طبعا كلكم عارفينها. انا بقى مخصصة ليفة للحاجات اللي زي دي، وكل ما تقدم برميها واشتري واحدة غيرها. دي بقى ما بتخليش السجادة تتبرم معايا وانا بغسلها، وبتبقى مريحة جدا في الغسيل، وبتنضف السجادة جدا 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 لفوق ما تتخيلوا. بتشل الشعر والوبر وكل حاجة وبتخليها نظيفة. هدعك انا السجادة كويس قوي. بصوا، انا الحتة اللي انا غسلتها نضفتها، تنيتها هي لفوق وشدتها لفوق، وهكمل الجزء اللي تحت بدلق برضو عليه البرسيل الجل واللي هو بتاع الغسالة العادية والخل، وهدعك. مريحة جدا في الايد وبتنضف وما بتتعبكيش خالص، وما بتخليش السجادة تتبرم زي الفرشة. بصوا، انا عايزة اوريكم شالك كل الوبر والشعر ازاي اهون. بعد ما غسلت النص دون اهو زي ما انتم ما شايفين، هقلبها بقى على الوش التاني عشان تشوفوها. بشد اللي انا تانياه لتحت فبيصغر معايا، وبسحب اللي تحت لفوق. الصورة طبعا مفهمة اكتر من شرحي. اهون ده الجزء اللي هو الناحية التانية، هبله برضو بالمية وهغسله وهوريكم بعد ما اغسله. انا كده غسلته وببدأ اشطف اهو، واشطف الناحية التانية وابرمها. وهكمل. بصوا نظيفة ازاي، انا بوريكم ان هي نظيفة. وبعد ما شطفتها كلها بحطها على الجردل كده تتصفى. بصوا نظيفة ازاي، انا مقربه لكم الصورة عشان تشوفوا ان هي نظيفة ما فيهاش اي حاجة. وبسيبها تتصفى وهاخدها على البلكونة انشرها واوريكم. بعد بقى ما بتتصفى من المية اللي هي فيها، انا بجيب بخاخة فيها دوني وبفضل ارش عليها كلها كده هو، وهي منشورة بيخلي ريحتها حلوة قوي. بصوا انا كده نشرتها على السور. بصوا نظيفة ازاي. حركة الدوني دي يا جماعة بتخلي ريحتها حلوة قوي اهي. بصوا نظيفة ازاي. يا ريت تجربوا الفكرة، مش هتخسروا اي حاجة لو جربتوها. هستنى منكم كومنتاتكم وارائكم في الفكرة. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير للقناة عشان كل اصحابكم يشوفوا الفيديو. وبحبكم جدا، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دي التانية انا غسلتها بوريها لكم، دي حبة حاجات كده غسلتها المشايات الصغيرة. وان شاء الله في فيديوهات تاني اشوفكم. مع السلامة.